البرلمان الأوروبي يصفع الجزائر بالتصويت لفائدة صالة منتجات الصحراء المغربية لأول مرة، ومباحثات أخنوش ورئيس البنك الإفريقي، وسجن الجديد يستقبل إلياس المالكي، وإلياس المالكي يظفر بتنازل المشتكين، واكتشاف نوع جديد من النمل في منطقة تنالت يرسخ التنوع البيولوجي في المغرب، ومحكمة الاستئناف بالدار البيضاء تدين بودريقة بالسجن 5 سنوات نافذة وكاملة. متابعينا الكرام، إدانة الرابور مايس ب7 سنوات سجن. متابعينا الكرام، نبدأ معكم نشرة أخبار المغرب العاجلة. رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس، وإليكم تفاصيل الكاملة. البرلمان الأوروبي يصفع الجزائر بالتصويت لفائدة صالة المنتجات الصحراء المغربية. انتصر البرلمان الأوروبي لمنطق الشرعية القانونية والتعاون المشترك مع المملكة المغربية بعدما أسقط بفارق صوت واحد المشترك الذي تم إعلانه والتعديلات الرامية إلى تغيير صفة منشأ المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية. ويعكس هذا التصويت الذي حصل على 359 صوتا دون بلوغ النصاب المحدد في 360 صوتا التزام المؤسسة الأوروبية بالصيغة المعتمدة من طرف مفوضية الاتحاد الأوروبي، التي أيضا تدرج جهتي العيون الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب ضمن العلامات الرسمية المعترف بها داخل المبادرات التجارية. ولم تفلح الضغوط الدولية التي قادتها الجزائر وأيضا صنيعتها البوليساريو وحلفائها داخل اليسار الراديكالي وبعض التكتلات المناوئة في البرلمان، رغم الحملات المكثفة ومحاولات التأثير على مسار المسطرة التشريعية. إذ واجه مقترح التعديلات اعتراض 188 نائبا وامتناع 76 آخرين عن التصويت، ما أسقط المشروع نهائيا. وحال دون فرض تسمية الصحراء الغربية على المنتجات المغربية المصدرة نحو السوق الأوروبية. ويمثل هذا التطور ضربة سياسية دبلوماسية قوية للجزائر داخل المؤسسات الأوروبية، خاصة أن عدم اعتماد التعديلات يعزز المقاربة العملية التي تبناها الاتحاد الأوروبي منذ توقيع الاتفاقيات الفلاحية والبحرية، مع رباط القائم على الاعتراف بواقع الجهة كمحدد إداري قانوني لمنشأ السلع، كما يكرس الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين دون المساس بالمسار الأممي أو حتى محاولة تسييس الملفات الاقتصادية داخل الفضاء الأوروبي. وتؤكد النتيجة النهائية للتصويت أن البرلمان الأوروبي اختار عدم الانخراط في محاولات التشويش على العملية السياسية الجارية بخصوص جعل مقترح الحكم الذاتي المغربي أساسا لتسوية سياسية عادلة قابلة للتنفيذ بخصوص ملف النزاع، فضلا عن عدم الرغبة في إرباك تراكم النقاشات الإيجابية بشأن المسار التجاري مع المغرب، بما يحافظ على استقرار الاتفاقيات ويقطع الطريق أمام أي توظيف سياسي لملفات تقنية مرتبطة بالتبادل التجاري، في وقت تشهد العلاقات المغربية الأوروبية دينامية متقدمة على مستويات أمن الطاقة للاستثمارات الخضراء وسلاسل التوريد المرتبطة بالسوق المشتركة. ونتابع أيضا معكم متابعينا الكرام عبر نشرتنا الإخبارية أيضا. إدانة الرابور مايس ب7 سنوات سجنا. أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة مغني الراب الفرنسي المغربي وليد جرجي المعروف بلقب مايس بالسجن 7 سنوات نافذة، وذلك بعد متابعة في ملف جنائي ثقيل أثار الكثير من الجدل الكبير خلال الفترة الأخيرة داخل الأوساط الفنية والقانونية. وتوبع الفنان بتهم خطيرة تشمل تكوين عصابة إجرامية ومحاولة الاختطاف والاحتجاز والتحريض على ارتكاب جنايات وجنح والمشاركة فيها، ذلك على خلفية الاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية كانت تخطط لاستهداف شخص تربطه به خلافات مالية وتصفيته جسديا. كما أيضا اتهم مايس بتحريض عناصر من العصابة على تنفيذ العملية، بينها شخص يوصف بالقاتل المشهور، إذ كانت الخطة تقضي بتنفيذ عملية التصفية في مدينة مراكش قبل أن يتم إفشالها في اللحظات الأخيرة بعد محاولة اعتداء فاشلة كشفت ملامح المخطط. وتأتي هذه الإدانة لتشكل منعطفا جديدا في مسار مايس الفني، الذي أيضا عرف خلال السنوات الأخيرة نجاحا كبيرا في الساحة الفرانكوفونية أو نسميها الفرانكوفونية، قبل أن يجد نفسه متورطا في واحدة من أخطر القضايا الجنائية المرتبطة بأوساط الجريمة المنظمة.
وبينما أيضا ينفي الفنان جميع التهم المنسوبة إليه مؤكدا عدم صلته بالعناصر المتورطة، شددت المحكمة على خطورة الوقائع وثبوت مؤشرات قوية على دوره في التحريض والتنسيق، ما جعلها تصدر حكمها القاضي بالسجن 7 سنوات نافذة، وبذلك يصدر القضاء المغربي الستار على أولى مراحل هذا الملف المعقد، في انتظار ما إذا كان دفاع الفنان سيقرر استئناف الحكم أمام الجهات القضائية العليا. ونتابع أيضا معكم متابعينا الكرام، محكمة الاستئناف في الدار البيضاء تدين بودريقة بالسجن 5 سنوات نافذة أيضا. دانت المحكمة خلال الساعات القليلة الماضية في الغرفة التلبيسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي لكرة القدم بالسجن 5 سنوات نافذة. وأيدت الغرفة المذكورة في حكم صادر الحكم الابتدائي الصادر من محكمة عين السبع الزجرية والقاضي بأداء الرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان غرامة مالية تفوق 650 ألف درهم، إلى جانب أيضا منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة. وتابعت النيابة العامة بالدار البيضاء البرلماني السابق بتهم إصدار شيكات بدون مؤونة والنصب والتزوير في محرر عرفي واستعماله والتوصل بغير حق إلى تسلم ما نسميه شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها. ونفى بودريقة في جميع مراحل التحقيق التهم المنسوبة إليه، مؤكدا براءته من تهم التزوير المتابع على ضوئها، ومشيرا إلى أنه لم يتم إجراء خبرة تقنية على الوثيقة موضوع النزاع. وجدير بالذكر أن السلطات الألمانية كانت قد أوقفت المعني شهر يوليو 2024 بمطار هامبورغ بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية يوروبول، وذلك أيضا استجابة لمذكرة بحث دولية صادرة في حقه قبل أن يتم تسليمه مؤخرا للسلطات القضائية المغربية. ويواجه محمد بودريقة الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي متابعات مرتبطة بعدة اتهامات تتعلق بالنصب والاحتيال وإصدار شيكات بدون رصيد، كما جرى عزل بودريقة من منصبه كرئيس لمقاطعة مرسى السلطان التي ترأسها عقب فوزه في الانتخابات الجماعية، وذلك بسبب تغيبه عن أداء مهامه لعدة أشهر كاملة وكبيرة خلال الفترة الأخيرة تم الحديث عنها وإعلانها بشكل كامل وكبير. متابعينا الكرام، حتى لا تفوتكم أخبارنا العاجلة، رجاء لا تنسوا دعم القناة بالاشتراك فيها وتفعلوا زر الجرس. نلقاكم على خير في القريب العاجل، نتمنى لكم السلامة من كل سوء. انتظرونا بإذن الله تعالى خلال الساعات القليلة المقبلة في مزيد من أخبارنا العاجلة والمختلفة، حيث نتابع معكم عبر هذه القناة أخبار المغرب السياسية والثقافية والفنية والاجتماعية والرياضية وغيرها خلال الساعات المقبلة. دمتم في رعاية الله وحفظه وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.